المغاربه اللي ناقصه التربيه خصنا نعاودوا ليه التربيه ديالو. قال لك يعاود لنا التربيه ربانا. اكثر واحد خصو يتمشي للحبس هو هذا بعدا. هادو خاصهم الاعتقال، ما كاينش حقوق الانسان هنايا. دابا راسي كنت بلاصتهم، راه بايبات انا ما تلقانيش هنايا. اسابيع قليله تفصلنا على التعديل الحكومي. حنا كنقولوا له غنعطيك 2500 درهم زياده، 1000 درهم في التقاعد، 300 درهم كذا محسوبه. الا ما قبضتهاش من 2026 يجري لينا بالحجر. شكرا. متابعين قناه إلم تي في، مرحبا بكم في هذه الحلقه الاستثنائيه اللي غادي نناقشوا فيها الغياب ديال الحكومه او التواجد ديال الحكومه مما يقع في مدينه الفنادق. هادشي اللي كيوقع في مدينه الفنادق واش هو السبب ديالو؟ ان المغاربه ما مربينش كما قال السيد رئيس الحكومه. المغاربه اللي ناقصه التربيه خصنا نعاودوا ليه التربيه ديالو. نبغي نقول لك السي عزيز اخنوش، هو فعلا وقفنا على كلامك وكاينين بزاف ديال الشهود كيقولوا لك. قال لك يعاود لنا التربيه ربانا. ما عرفتوش فعلا المغاربه مهبولين ولا الحكومه اللي مهبوله ولا شكون اللي مهبول. انا ما كنتهم حتى شي واحد هنا، ولكن فعلا هادشي اللي وقع في مدينه الفنادق كارثي بمعنى الكلمه. هاد الجوج ديال الصور اللي على يدي اليمين وكذلك الصوره اللي على يدي اليسار، الصوره اللي على يدي اليمين واللي تبارطاجات بشكل كبير، اللي غنأكد لكم هي انها صوره فعلا حقيقيه في مدينه الفنادق وراجت قبل حسب الاخبار الرائجه. حتى المؤسسات اللي نترجوا منها خير انها تخرج تواصل معنا ما كتعطيكش مصادر ديالها، كتقول لك مصدر ديال مدينه الفنادق ولا مصدر ديال. راه هاد المعلومات الغلطه راه ولات كتبارطاجا على المستوى الدولي. راه ولينا اليوم كنشوفوا قنوات عالميه كتبارطاجا هادشي. راه عندنا دوله جاره كتنشر لنا اشياء مسمومه ما كايناش كاع على اساس المغرب، وهادشي كيشوفوا العالم. فضل ان سيد رئيس الحكومه كيشوف راي اخر. بصح شفت واحد الفيديو ديال سيد رئيس الحكومه وكنتاسف لانني فعلا ما عرفت شكون اللي كيقول لك السيد رئيس الحكومه شنو من مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتشوف. الا كنت يا سيد رئيس الحكومه عندك الفي بي ان ديال الانستغرام ديالك والفيسبوك كيطلعوا لك غير الناس ديال سنغافوره ولا الناس المغاربه اللي عايشين برا، قولها لينا، لان ما تنظنش واقيلا بتصريحك هذا اللي كتقول دابا اللي غادي يدوزو تشوفوه انه فعلا كتهضر على المغرب. شوفوا التصريح اللي كيقول السيد رئيس الحكومه على اننا عندهم بزاف ما يدار، وكيظن من نفسه انه قادر يقاد الامور ديال البلاد بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، واننا حنا مجرد شعبويين ومجرد مهبولين. شوفوا الفيديو. كنشكركم على الدعم ديالكم، وكنشوف الدعم ديالكم كل نهار في لي ريزو سوسيو وانتم حاضرين وكتقولوا الكلمه ديالكم. خذوا الكلمه، تكلموا، ما تخليوش لهذوك المهوجين والشعبويين هما اللي يتكلموا. عندكم ما تقولوا، راسكم مهزوز. واحد العدد ديال المسائل اللي عملات الحكومه وعملات الاغلبيه. انا والله ما غادي نطرح شي سؤال على السي رشيد الطالبي العالمي اللي اليوم في الثالث في الهرميه ديال البلاد ملي كان كيتسول عند المغاربه انهم يصوتوا عليه بحجه انه غادي يوفر لهم. حنا كنقولوا له غنعطيك 2500 درهم زياده، 1000 درهم في التقاعد، 300 درهم كذا محسوبه. الا ما قبضتهاش من 2026 قلت لك ما غاديش نطرح سؤال، ولانني انا في الفيديو هذا شوف ما غاديش نضرب فمي. هادشي كامل اللي غادي تشوفوا هاد الاعترافات وهاد الفيديو اللي غادي تشوفوا اعترافات ديالهم داخل الحكومه، اطراف ديال الحكومه اللي كيستبلدوا المغاربه، اللي ما فهمش شنو المقصود ديالهم تجاه المغاربه ملي كيقولوا لك مثلا. سمعت التصريح هذا ديال السي السعدي اللي برلماني وكان مجرد، مع احترامي للاساتذه، كان استاذ معاهم في التنسيقيه مجموعه ديال الاخبار الفيسبوكيه كتدور على ملي كان استاذ شنو كان واحد السيد راه كيطالب في حوار انه يناقش هادشي، مازال نجيبو يناقش. تصنت لي غير السيد كيقول شوف الاستبلاد اللي كيستبلدوكم هاد الناس هادو، شوف الوضع كيفاش بغاو يسوقوه لينا. شوفوا السيد رئيس الحكومه علاش ما مشاش للفيضانات، علاش ما مشاش للزلزال، وعلاش ما واقفش اليوم في الفنادق. السبب هو انه رجلو ضراه، حيت كان كيطلع لكم للجبال. عرفتي والله ما نقولها انا بالله، سمع شكون غايقولها لكم. اسمع السيد رئيس الحكومه كنعرفوا جميع بانه عنده واحد المشكل في الركبه ديالو، مشكل بسيط انه ما كيقدرش يتني الركبه ديالو في الصلاه. ما ننساوش بان هذا السيد هذا مده 13 سنه هو وزير فلاحه في الجبال وكيطلع وكينزل باش انه يحقق المغرب الاخضر اللي هو ناجح. انا ما غاديش نقول سيد رئيس الحكومه حط سويرت، ما غاديش نطلب من شي وزير يضرب على الاستقاله ديالو، ما غاديش نطلب من شي مسؤول يتقي فينا وجه الله، لان فعلا الوضع تمادى نحديه، خصوصا ملي كتشوف انا كاين تحدي من طرف الحكومه. اليوم كنشوفوا ان وزراء على برا مجرد علاقتهم البائسه والبسيطه مع بعض الاشخاص كيدفعوا عليها الاستقاله، مجرد فاتوره ديال الريستون كيدفعوا عليها الاستقاله، مجرد صوره منشوره على المواقع التواصل الاجتماعي كيدفعوا عليها الاستقاله. اليوم ولينا كنشوفوا ان الناس ماشي غير عندهم الوجه انهم يدفعوا الاستقاله ولا ما عندهمش الوجه انهم يدفعوها، وانما عندهم الوجه انهم يخرجوا يتحداوك ويقولوا حنا عايشين بخير، واننا يخرجوا يتحداوك ويقولوا لك ان المغاربه اليوم عايشين في نعم تامه. وهادشي اللي كيديروه مجرد تبرير. وي ما غاديش نستثني المشاكل اللي واقعه اليوم في مدينه الفنادق، وكنبه من هذا المنبر هذا بعض الشباب
لانهم يقدروا يكونوا مدسسين وسط منكم ناس غيورطوكم تورات كبيره. لانني للاسف كيضرني خاطري ملي كنشوف وليدات صغار حارقين، كيضرني خاطري ملي كنشوف شباب حارقين، كيضرني خاطري ملي كنشوف هاد الصور كاملين اللي كتشوفوا، خصوصا كذلك كيضرني خاطري ملي كنشوف حتى رجال الامن كيتعرضوا لاعتداءات اللي هما تما شباب بحالنا، يعني ما بيدهم حيله، مسكين طالع باش يأدي الواجب ديالو وباش يحافظ على الامن ديال البلاد، كتلقى انه كيتعرض لاعتداءات شنيعه. وهاد الصور كتشوفوهم ديال رجال الامن اللي كنطلب لهم الشفاء العاجل كما كنطلب الشفاء العاجل حتى لبعض الشباب اللي يما تاذاو بالاسلاك يما تاذاو، مي اللي ما غاديش نطلب ليه الشفاء العاجل واللي غنطلب الله عز وجل ياخذ لنا حقنا منه، هو كل مسؤول سمحت لي نفسه انه يشوف هاد المشاهد هادو، وكان جزء من ان داك الشاب يمشي يقصد ديك الطريق. فعلا الامر مغلوب وعامر بالقصيرين، مي وصلت بنا الدرجه نحطوا تساؤل واحد، واش ما عمرت واحد فينا شي مسؤول يقدر يحطوا على ان شنو اللي خلى ولدي 14 سنه ولا 15 سنه ياخذ الطريق ديال الهجره؟ شنو اللي خلاه وضع ديال انهم شباب يشوفوا مشاهد ديال القوات العموميه بداك الكميه ويتحداو داكشي كامل ويطلعوا؟ شكون اللي خلى السبب نشوفوا ان النساء كبار في السن بوليداتهم كيقصدوا البحر في الوقت اللي سيد رئيس الحكومه والحكومه مازال كتحدى، مازال كتقول لك دارت داكشي اللي ما دارو حتى شي واحد، مازال كيقول لك اننا احنا مهبولين. خير دليل نبغي نقول للشبيبه ديال حزب التجمع الوطني للاحرار، انا ما غاديش نقول لكم واش كسؤال قدمتوا نفسكم ولا تتناضلوا مقابل غداء بهذا المستوى ولا بهذا الفكر، كان واضح داخل الشبيبه خصوصا في مهبول انا، واش نشوفوا الصوره والفيديو ها هو في الجنب ديالي، ها هو تتشوفوا شحال فيه، والندوه الفكريه اللي غادي تعلموا منها شحال فيها ديال الحضور. يعني ما كاينلاش نجيو نستعرضوا على عضلات ديالنا. السيد الناطق الرسمي باسم الحكومه مصطفى بيتاس دار بزاف ديال الممارسات اللي فعلا كيقول انا وبعدي الطوفان فيها. مليون فين هو انت كناطق رسمي باسم الحكومه؟ علاش ما نشوفوش بوان دو بريس داكشي اللي كيوقع في الفنادق؟ تخرج وتبين وتوضح للمغاربه. المغاربه اليوم هاد النهار كامل من البارح بالليل كيتسائلوا على هاد جوج ديال التصاور واش حقيقيه ولا لا. عباد الله المغاربه راه هادشي ولا كيتسوق عند العالم كامل، واش صحيحه ولا لا؟ ولينا كنشوفوا الامن الوطني كيدير الدور ديال بعض السياسيين عباد الله، ولينا كنشوفوا القوات العموميه كدير الدور ديال بعض السياسيين وبعض الاجتماعي. سؤال بغيت نفهم بعدا، اول نقطه طاحت لي دابا في بالي، هذا السيد هذا اللي غتشوفوا الفيديو ديالو واش كيدير تما؟ اكثر واحد خصو يمشي للحبس هو هذا بعدا. هادو ما خاصهمش الترحيل، هادو خاصهم الاعتقال، ما كاينش حقوق الانسان هنايا، خاصهم الاعتقال. قسما بالله الا من ذاتي انايا وحق هادشي كيألم بزاف، اكثر واحد خصو الاعتقال هو انت. ما عرفتش واش الدور ديالك ولا السلطه ديالك ولا شكون انت اصلا، ما كنعرفكش، مي كيفاش عطاتك نفسك توقف تما وتعطيك تصريح بهاد القساوه هادي؟ شكون انت؟ شنو السلطه عندك انت باش توقف تما بكل جرأه وتهضر هكذا؟ الله يدير شي تاويل الخير للشباب ديالنا. اللي غنطلب منكم والرساله اللي غنقول لكم هو ان اوروبا راه ماشي نعمه كما كتخيلوا. الا غادي بلا ديبلوم بلا قرايه راه ما غاديش تلقاها مفروشه لك بالورد والزهور. فريمون سول على راسك، ما كنقولش كما تمشيش لاوروبا، انا اكثر واحد نقدر نقول لك الله يسخر لك، مي غنقولها لك سير بقانونك، سير بالكونطرا ديالك، سير بخدمتك. اما تما قسما بالله تغتكرف التكرفيسه اللي ما عمرك تكرف فيها من قبل. فريمون هاد المشاهد هادي كتألم، مي اللي نبغيو نبينو هو انني انا ما البارح قلت لهم ان الجزائر نقص واحد كيقول لي بعتي الماتش، وي بعت الماتش لبلادي واجي نقسم معاك شي شويه من الوطنيه، لان فعلا كتفتقد. انا بلادي اولا ما غاديش يمكن لي نشوف واحد القناه جزائريه كتنشر صور من ميامار، كتنشر صور من غزه، كتنشر صور من الاخر وتنسبها لي لبلادي ونبقى ساكت مربع يدي. غنخرج نقول اليوم الجزائر، انا ماشي وقت انني نناقشها كاع، مي اليوم نبغي نقول لكم ان الجزائر تحولت لدوله ديكتاتوريه. خير دليل هذه الوثيقه هذه اللي كتشوفوا انا كنهضر معكم انها خرجت في الجريده الرسميه، تعليمات رئاسيه او مراسيم رئاسيه على ان جميع المؤسسات الاستراتيجيه ديال البلد الجزائر، بحال قلتي لو سي بي، بحال قلتي مجموعه ديال المؤسسات اللي هي استراتيجيه واللي غادي تضر النفع للجزائر والشعب الجزائري، اصبحت في ايادي عسكريه، يعني اصبحت دوله عسكريه. وهذا دليل اوتوماتيكمون حسب المفهوم الدولي والمستثمرين الدوليين ان الدوله هذه تحولت لدوله ديكتاتوريه، انني ما يمكنش لي نستثمر فيها. هذا هو السبب اللي كتشوف ان مجموعه ديال المستثمرين كيقصدوا المغرب، وكي الا كنا نقولوا بوابه افريقيا، راه فعلا بوابه افريقيا بامنها باستقرارها، قدر الله ما شاء في حكومتها، مي
كنتسناو التغيير، كنتسناو التغيير لان هذا ما خصوش يمر مرور الكرام. وانا كنقول والله اعلم اسابيع قليله تفصلنا على التعديل الحكومي، اسابيع قليله. الى حلقه قادمه ان شاء الله تكون فيها نقط، ونحاولوا حنا كمغاربه كاملين كنتفرجوا في هذا الشيء هذا، ولا اللي وصل لهذه الحلقه هذه، اللي وصلت لهذه اللقطه هذه، يدير في بالو بانه خصو يرد البال داكشي اللي كيبارطاجي وداكشي اللي كينشر، لانه كاين بزاف ديال البؤساء كيبحثوا على البوز. وما كايناش 30 مليار، اما المشروع ما عمره غيكون. ما عرفت شنو ما نقول لك شي حوايج، راه 30 مليار مثلا. انا ما غنهضرش، ما نبقاش نهضر على المسؤولين، غنهضر على رزقي. ياك المال العام فلوس، يا رزقي ورزقك هو اللي غنبقى نهضر عليه صافي. انا غنهضر لك على المال العام، وغنقول لك بان واحد 30 مليار عطاوها لواحد الوزير باش يصاوب بها يشيد بها شي حاجه، ما كايناش. ماشي ما كاينش المشروع، وما كايناش 30 مليار، اما المشروع ما عمره غيكون. وكاين فين 30 مليار؟ واليوم هذا وزير واصي على قطاع على قدو. غادي نعطيك مثلا، غنقرا عليك واحد 10 الوراق ولا 6 الوراق ولا 7 حتى نتفهموا انا وياك. انا ما غاديش نهضر، انا غنقرا اليوم، غنقرا عليك واحد 6 ولا 7 ديال الوريقات، وماشي كلهم، غنقرا لك العناوين. سمع انت العناوين. السيد هذا وزير التعليم العالي، غير سؤال انا غنطرح لك سؤال ما غنتهمكش، وغنبدا معاك السيد الوزير باول وثيقه اللي هي فضيحه بالنسبه لي انا، وهادشي قالوا الاعلام الفرنسي، وانا غنطرح لك سؤال السيد الوزير ما غنتهمكش، غير سؤال اللي كنطرحه لك. واش فعلا كنتي كتلقى 2 ديال الرواتب؟ الاولى ملي كنتي رئيس ديال القاضي عياض وكنتي كتشد فيها 6 ديال المليون ديال في الشهر شهريا، والثانيه في نفس الوقت كتاخذ 6 المليون من المال العام على حساب القضائيات، وخدام في واحد الجامعه اخرى اللي هي سميتها بيرفورد بفرنسا اللي عندها الاصل الفرنسي، وتناولات مواقع التواصل الاعلام واحد الفضيحه اللي كانت سميتها في ديك الوقيته تخابر لصالح دوله اجنبيه مقابل تعويض مالي ساخي قد قدر ب 260 مليون سنتيم للترويج المخطط عدائي للوطن، وهي الفضيحه اللي تفجرات من بعدها. حيد عليا الوثيقه، عطيني الوثيقه الثانيه. اسمع، ابرام 20 صفقه مشبوهه من الميزانيه ديال الدوله في مده لا تتعدى 16 يوم بمبلغ اجمالي تجاوز 14 مليار سنتيم في شهر دجنبر 2018. يعني شهر واحد قبل ما يغادر الجامعه، شهر واحد قبل ما يغادر الجامعه من الملف محال انظار، راه كاين دابا الملف ديالو راه محال امام الانظار ديال 14 مليار مشات في اقل من شهر دجنبر، يعني قبل ما يشهر من الدخول. وغادي نمشي معاك لهذا الاسم هذا واحد، انا تنقرا عليكم العناوين، انا عارفكم غتقاموا، انا تنقرا عليكم العناوين حيت مزيان تعرفوا هادشي، مزيان تعرفوا هذا راه رزقكم، راه فلوسكم، هادشي اللي كتمشي الا عرفتيه بالنسبه لها ما تغير والو. المهم تعرفوا، المهم تعرف رزقك فين تيمشي، والاشخاص اللي كيوقفوا حداك شكون هما. السؤال الثالث انا نطرح اسئله ما غاديش نتهم. اقحام اسمه في قضيه ديال الزوير واستعمال وتبديد واتلاف وثائق رسميه واختلاس ونهب اموال العام، اموال عموميه والترامي على ملك الدوله الخاص للملك المسمى لكليه اللغات في موضوع الرسم العقاري. سمع سيد الوزير وسمعوا انتم المغاربه هذا العدد هذا، حيت مادام عاطينك في هذه الوثيقه عاطيك بالدليل، الدليل ملي كيقول لك مثلا الرسم العقاري رقم عدد 43 69 2 سلاش 04، والرسم العقاري عدد 40 52 9 04، والمطلب التحفيظ عدد 42 61 7 04. هو الملف محال كذلك امام القضاء، يعني هذا الملف هو كاين امام القضاء. واش تبت فيه ما تبتش فيه والو، انا ما كنقولش، انا ما كنهضرش، انا كنقرا عليكم. اسمع هذه عاوتاني، عقد الصفقه الدفاع على مصالح وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومكتب المحاماه الذي يملكه زميله السي عبد اللطيف وهبي. الله يبارك، اللهم بارك. مرسيدس، ماشي مرسيدس السياره، مرسيدس. شكرا 10 مرات. واش ما دوزتيش واحد المرسيدس فخمه كلاس 2 السيد الوزير العدل الامين العام ديالك واللي كينتمي معك النفس الحزب، واحد السياره فخمه مرسيدس كلاس 2 بمقابل انه يدافع على المكتب ديالو على الجامعات والمؤسسات ديال التعليم العالي اللي كتنتمي ليها انت. الورقه الرابعه ولا الخامسه ولا عم الله فين وصلت الله ما بقيت كنحسب. استغلال لجمعيه RDM كصندوق اسود لتحويل مبالغ ماليه مهمه لفائده المقربين واصدقاء خارج ضوابط القانونيه. على وجه الخصوص صديقه، ما غاديش نقول السميه ديال صديق ديالك اللي كدوز ليه الاموال المهمه، ماشي اخلاقيا ما غاديش نقول سميتو، ولكن غنقول لك حاء الف وانت غادي تعرفوا. رئيس ديوانه الغير القانوني والمسمى سين ميم صافي. كذلك الغاء شو الطغاة. شوف ملي كتوصل بك انك ما عرفتش، والله ما عرفت بالله هذه بعدا شنو معنيت هذا الشيء هذا بعدا. اسمع الغاء احداث بعدا الغاء لحصه 700 منصب لتحويل فائده المحامين للدكتوراه، يعني الشباب اللي حاملين الدكتوراه بغاو يدخلوا مساكن ويوليو اساتذه جامعيين، الغاء كما هو منصوص عليه في القانون الماليه لسنه 2022. يعني هاد المناصب هادو راه توافقوا عليهم وفلوسهم غتخرج وكاينه في القانون الماليه، هو الغاء. الالغاء ديالها راه غير نورمالمون هذا خارق صافي الصلاحيات السلطه التنفيذيه. هذا ما فهمتش. 700 منصب كيحيدوا غير قانوني، وبالعلم انا تصادق عليها في مصادقه في البرلمان بغرفتهم مجلس النواب والمستشارين صادقوا على هاد 700 منصب، جا هو الغاء. يعني هذا السيد هذا واش ما عرفتش واش فوق السلطه التنفيذيه والتقديريه والماليه ما عرفتش.
وملي لغيتي 700 منصب ديال الشباب اللي بغاو يخدموا وانت لغيتيهم، واسمع هاد الوثيقه هادي اش كتقول لك، سمعوها المغاربه، اسمعوا. تبدير 30 مليار سنتيم في مشروع تشييد مركب جامعي بالثمن صورت ضواحي مراكش اطلق عليه اسم مراكش طيش، لم يرى النور والميزانيه ديالو مشات. نعاود نقول لك 30 مليار ديال السنتيم تعطاتو باش يتصاوب واحد المشروع ما كاينش لا وجود لا للمشروع لا وجود للاموال. فين هما الفلوس؟ فين هما المشروع؟ ما عرفت. وهادشي راه مشى من الميزانيه، راه ما كاينش في الميزانيه. الغاء النظام البشري وطرده 24,000 طالب من مسلك معتمد بكل الجامعات العموميه دون تقديم بديل لاشكال استقطاب المفتوح. شكرا سيد الوزير، والله شكرا. تشهير بالاطر القطاع بتقرير كيديه للنيل من شرفهم والتي يسهر على اعدادها صديق طفولته، ما كاين لاش نذكروا الاسم، فاء واو نون، والذي فرضه مفتشا عاما بالنيابه للوزاره لمده سنه مع امتناعه عن فتح المناصب للتباري. بركه. انا دابا تقمت ومازال الخير، مازال والله الا مازال بالله.